السلام عليكم، كيف انتم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. طبعا اليوم الاول تكلمنا عن الصفحه الذي باسم رغد المالكي، وبيدخل ينصب على الناس باسم رغد المالكي وباسمي، وياخذ منهم مبالغ ماديه على اساس انها انا. عرفنا منه وطلعت لكم اليوم الاول المحادثه وهو باسم ناصر مانع او مناع. تمام. درينا منه ودرينا وينه ساكن ودرينا من بيت منه ومن اي محافظه، وتواصلت باخوه واخوه قال طيب وتمام وحاضر. الان لنا 4 ايام او 5 ايام ولا فعل اي حاجه من الكلام الذي قاله. طبعا هذا الشخص الذي اسمه ناصر الذي كان يستغل الناس باسمي هو سافر واتجه اذا ما نفذش الكلام والوعود الذي قالها اخوه انا بضطر اني انشر واخلي مشاهير اليمن ومشاهير السوشيال ميديا وكل الزملاء الذي في الوسط الفني والله لا يسمعوا به، وما نخليه يقدر يخرج من باب الباب من غير ان انا اني اضطر الجا للقانون وش ابلغ به وش افعل الذي اقدر عليه، سواء انا او زملائي اكيد بيساعدوني وما يفلتونش في هذا الموضوع، لانه شخص قد نسب باكثر من اسم، باسمي، باسم اماني الدماري الذي انا لم متاكده باسمي وباسم اماني الدماري. في ذلك هذه الرسالة موجهة لأخوه بن مانع، إنه يحترم نفسه ويرد الصفحات ويرد